السلام عليكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من يا ابن اللعيبه. ومباراه الاهلي وفلومينيسي البرازيلي يعني في نص نهائي كاس العالم للانديه، ومباراه بعنوان ما تلومش الا نفسك، ان انت تضيع اسهل فرصه انك كنت توصل لنهائي كاس العالم للانديه لاول مره في تاريخك، ان انت تعمل مباراه كبيره جدا من حيث كل حاجه عملتها صح في الكوره، بس نسيت تعمل اهم حاجه وهي طبعا تسجيل الاهداف. ومسلسل اضاعه الفرص لسه مستمر مع النادي الاهلي. ماتش اتحاد جده احنا كسبناه وجبنا 3 تجوان، بس كنت برضه مضيع 3 4 تجوان. فمشكله ازليه الاهلي بيعاني منها الموسم ده، ويعني وقدرت تضيع منك اكتر ماتشات كنت محتاج ان انت تعرف تسجل فيها الاهداف، ان كان مباريات الدوري الافريقي ولا مباريات مهمه في الدوري. وديك كمان اهو في ماتش مهم زي نص نهائي كاس العالم للانديه، المشكله دي اثرت عليك جدا ان انت ما قدرتش تخلص الماتش وانت عامل كل حاجه في الكوره، بمعنى كلمه كل حاجه في الكوره. وبسبب طبعا بقى انانيه بعض اللعيبه، يعني هنيجي بقى للعيبه اللي يعني اثرت في نتيجه الماتش النهارده بسبب انانيتهم، وبسبب ان اللعيبه عايزه تاخد اللقطه، مش عارف ايه، قاعد بيرقص قدام فريق برازيلي وقاعد يوري مهاراته، واللي يعمل بالكعب، واللي يحسسني ان هو بيلعب في فاترينا قدام وكلاء اللاعبين. وكلامي هنا لعبد المنعم الصراحه، اللي عمل مباراه النهارده مش حلوه خالص، ومن المباريات القليله جدا اللي يعني ياسر ابراهيم يتفوق في ادائه عن محمد عبد المنعم. النهارده عبد المنعم عامل يعني مس باصات ممكن تبقى مؤثره جدا في الماتش، عايز يوري للناس وقاعد بيحاول يطلع من الدفاع يحاول يرقص في نص الملعب. فلا النهارده اداء غريب جدا من عبد المنعم. بستثني الصراحه بس يعني في الفريق كله هو كابتن محمد الشناوي، اللي يعني الوحيد اللي كان تحسه واقف ومش هايب الماتش خالص، وقدر انه يصد كام كوره كانت مهمه جدا، كانت ممكن تخلي النتيجه اكتر من كده، وكانت هتبقى فضيحه قدام فريق الصراحه يعني برازيلي وكل حاجه، بس ما كانش بالخطوره الكبيره اللي الواحد كان متوقعها. لا فريق طبعا متوسط، انا مش شايف ان هو يعني مش عارف ده ازاي بطل الكوبا ليبرتادوريس الصراحه. فلا يعني بستثني طبعا كابتن محمد الشناوي، وبستثني ياسر ابراهيم اللي عمل مباراه كبيره جدا النهارده وغطى بادائه على محمد عبد المنعم اللي المفروض يعني احسن مدافع في قاره افريقيا. وبستثني كمان برضو مروان عطيه اللي عمل مباراه خرافيه النهارده، وتاني مباراه على التوالي يرجع لمستواه ويتحسن كمان عن المستوى اللي فات. فلا مروان عطيه النهارده وياسر ابراهيم ومحمد الشناوي عملوا مباراه كبيره، والصراحه بقيه اللعيبه خذلتهم ان هم ما كانوش على قدر المسؤوليه ولا على قدر الحماس اللي هم كانوا المفروض يبقوا فيه في مباراه مهمه جدا قدام يعني فريق كان ممكن تكسبه بكل سهوله. انت الشوط الاول لو كنت استغليت الفرص اللي جات لك كنت هتطلع يعني ب 2 3-0. فلا يعني حاجه صعبه جدا ان احنا نشوف اللعيبه باستهتار وبدلع الصراحه وبأنانية كبيرة جدا، ان هم يعني ما حطوش مصلحة الفريق واشتروا مصلحتهم الشخصية، ان هم كل واحد عايز ياخد اللقطة ويروح يحتفل. بس نسيوا الاهم ان انت لازم تجيب الهدف الاول او لازم تكسب المباراة الاول، بعد كده تفكر في الكلام ده. الواحد والله ما رضيش يطلع بعد الماتش على طول، عشان طبعا كنت هبقى مندفع جدا في كلامي، وكان هيبقى كلامي يعني كأني مشجع للنادي الاهلي اكتر ما الواحد كان بيحاول يحلل ايه اللي حصل. فقلت لا اصبر وراجع الماتش تاني وشوف ايه اللي حصل. وبعد ما راجعت الماتش يعني الواحد نفسه تسدد اكتر، وتعالى اوريك ازاي تعرف تخسر نفسك بنفسك، اللي نفس الاهلي عمله النهارده في الماتش. اول حاجه عايز اتكلم فيها طبعا مارسيل كولر، مدرب يا جماعه مدرب كبير جدا جدا، ويعني الواحد الصراحه بيستغرب الكلام اللي بيطلع وبيقللوا من الراجل ده وبيقولوا لا يعني لا لازم يمشي ومش لازم يمشي. يا جماعه الراجل عمل كل حاجه ممكن يقدر مدرب يعملها، يعني نزل بتكتيك صح جدا، قدر انه يحجم فريق فلومينيسي. يعني الفريق ده يا جماعه هجومه خطير جدا وتحولاتهم الهجوميه يعني رهيبه جدا، وعنده لعيبه على الاطراف ولعيبه السترايكر ونص الملعب الهجومي. طبعا اللعيبه ما بتهزرش، كبار في السن بس عندهم خبره كبيره جدا ان هم يقدروا ازاي يستغلوا المساحات ويستغلوا اخطائك، زي ما شفنا مارسيلو استغل خطا تمركزي ما بين بيرسي تاو وما بين محمد هاني، ان ما حد كانوا ناسيين مارسيلو خالص على شمالهم، ولغايه لما سرقهم. وعرف طبعا بيرسي تاو اداؤه الدفاعي ضعيف جدا، لما بتستنى بقى ان انت مهاجم هو اللي يدافع لك، اديك شفت هو دافع ازاي. هو طبعا مش نقطه قوته ان هو يعرف يدافع، فطبعا دافع بطريقه يعني بدائيه جدا، وقدر يعني مارسيلو يضحك عليه ويلبسه البنالتي. بس نرجع للتكتيك، طبعا كولر نزل بتكتيك صح جدا، قفل لهم نص الملعب تماما، ما كانوش عارفين يعملوا باصه واحده لغايه طول الماتش تقريبا، ما يعني حسيناش بخطورتهم خالص غير بس بعد الدقيقه 80 لما اللعيبه خلاص جابت جاز ووقعت بدنيا وخلاص خطوطك انهارت تماما. الحاجه الوحيده اللي تتاخد على مارسيل كولر ان هو يعني اخر تغيير اكرم توفيق بالذات، ان انا اكرم توفيق يعني لعب صح ونزل عمل زياده عدديه في نص الملعب ناحيه الجناح الشمال. طبعا كينو اللي احنا عارفينه اللي في الشوط الثاني حس ان الحته دي مقفوله، قلب نفسه الناحيه الثانيه اكتر
وارياس ده جه الناحيه الثانيه. فلا يعني اكرم توفيق ادى اللي عليه، بس من بعد الدقيقه 60 كنت لازم تعمل تغييره في نص الملعب. نص الملعب ابتدى يفك منك بعد الدقيقه 60، فكنا محتاجين نشوف يا ديانج يا قفشه كان ينزل مكان اكرم توفيق. والحاجه الثانيه اللي تتاخد على مارسيل كولر في الماتش ده انه صبر قوي على حسين الشحات، بان قوي على حسين الشحات عدم التوفيق وسوء قرارات فظيع هنشوفه في اللقطات الفيديو اللي جايه. فكميه الفرص اللي بتضيع دي تشيل الصراحه. لا الواحد يعني، ما هو مارسيل كولر برده مش هينزل يقول للعيبه تشوت ازاي، او تشوف لعيب زميلك على جنبك ان هو عنده فرصه للتسجيل هتبقى احسن، وحتى زاويه التسديد هتبقى بالنسبه له مفتوحه اكتر منك، فانت تبصيها له المفروض، وليك ان انت ما بتعملش كده. ده بالظبط اللي عمله حسين الشحات في اكتر من كوره النهارده. اللي يعني حسين الشحات بقى النهارده يعني مش اناني، ده يعني عدى كلمه انانيه بكتير جدا. كان كل اللي شايل همه ان هو عايز يجيب جون، وعايز يبقى هو الوحيد اللي في مصر جايب 5 تجوان في كاس العالم للانديه، ويعدي رقم ابو تريكه اللي هو دلوقتي هما الاثنين 4 اهداف. فلا الصراحه النهارده يعني انا شايف ان حسين الشحات يعني اشترى مصلحته عن مصلحه الفريق بتاعه. فلا تعالى اوريك بقى حسين الشحات كان في كورتين كان المفروض يتصرف ازاي. اول كوره المفروض كان يباصي في الكوره دي اللي يعني لعلي معلول اللي جاي عامل اوفرلاب من على شماله، كان المفروض يباصيها له، وبعد كده علي معلول يا اما هيشوط يا اما هيجيب جون يا اما هيباصيها لكهربا كان هيبقى برده ممكن يجيب جون. بس حسين الشحات يعني قال لك لا انا هشوطها انا، فشاطها وجت بقى الكهربا لما عمل الهيد. طبعا يعني هيد ضعيف جدا من كهربا يحطها في نص الجون، وكمان تاو يحطها برده بره المرمى. فلا النهارده طبعا احنا عارفين ان احنا في الهدات مش كويسين، بس مش للدرجات يا جماعه يعني. لا احنا في مباراه مهمه وكنتوا لازم تستغلوا انصاف الفرص. انتوا ما جالكوش بقى انصاف الفرص، ده انتوا جالكوا اكتر من 5 6 فرص ما قدرتوش تحققوا منها اي جون. اما الكره الثانيه بقى بتاعت حسين الشحات اللي كان المفروض يتصرف فيها احسن من كده، ففي الكره دي يعني المفروض كان يتقل شويه. يعني هو قاعد بيجري وبيهجم، عارف ان المدافعين اللي قدامه بطاء، بس لا المفروض تتقل انت شويه علشان تفتح مساحه التمرير ان كان على شمالك ولا ان كان على يمينك. فلا يعني المفروض كنت تتصرف احسن من كده. احنا رحنا على تحولات هجوميه يعني رهيبه، عرفوا ازاي يستغلوا الهجمات المرتده بسرعه حلوه جدا، بس ما قدرتش تخلصها بالطريقه الاصح يعني. ففي الكوره دي ادينا شفنا كان المفروض حسين الشحات يتقل اكتر من كده. فلما فرقتك تشوط 20 تسديده منهم 13 تسديده من داخل منطقه الجزاء، ومنهم 6 اون تارجت يعني عدوا بقى من البلوك شوتس والكلام ده كله، وتوصل لحارس المرمى 6 مرات واللي انت ما تعرفش تجيب جون، والفرقه اللي قدامك شايطه 5 على المرمى وتجيب منهم جونين. هنا طبعا هنرجع نقول بقى الجمله الشهيره يعني اللي بيضيع بيستقبل على طول، ودي من ثوابت الكوره ودي من عداله الكوره برضو، ان انت يعني برضو يعني الفريق التاني مش هيقعد يتفرج عليك وانت قاعد بتضيع فرص، هو هيحاول يستغل الفرص اللي بتجيله. يعني عندك حسين الشحات شايط النهارده 5 كور، ما فيش غير كوره واحده بس هي اللي جت اون تارجت، وشايطها كمان يعني ضعيفه جدا على الارض وماشيه بتتنطط يعني مش باند واحد، فتحس ان الكوره رايحه بقوه شويه ويعني واخده كيرف، بس لا دي هي قاعده بتتنطط لغايه لما الحارس عرف يصدها. فلا يعني وتاو النهارده شايط برضو 4 كور ولا واحده بقى اون تارجت من تاو النهارده، مع ان انا كنت شايف الصراحه يعني كان تاو هو اللي يستنى في الملعب، يعني على الاقل لمسته احسن من حسين الشحات وما كانش بيفكر بانانيه، بس هو اختار ان هو يطلع تاو ويحط كريم فؤاد على اليمين. شفناها كتير قوي الفتره اللي فاتت انه كان بيسحب حسين الشحات وبيرمي كريم فؤاد. انا معاكم ان كريم فؤاد ما ينفعش برضه على الناحيه الشمال، بس كانت هيبقى احسن لك ان انت تسيب تاو في الملعب. وحسين الشحات الصراحه كان لازم يتعاقب على انانيته دي انه ما يكملش المباراه للاخر. اما تاني حاجه عايز اتكلم فيها يعني لقطه بقى كهربا في الدقيقه 65 ولما بصل شبح حسين الشحات على شماله. يعني هو اللعيبه حتى مش عارفه تغش من اللعيبه الكبيره، يعني لما تشوف يعني مدرب يعني بحجم بيب جوارديولا لما يقول لك يعني من اهم الحاجات اللي بيحبها في لاينل ميسي ان هو على طول بيعمل سكاننج وعلى طول راسه رايحه جايه، فيعني السكاننج ده يا جماعه من اساسيات الكوره. فازاي كهربا يعمل الباصه دي من غير حتى ما يكبر بخاطرنا ولا يكبر بخاطر صحابه اللي في الفريق، يرفع راسه ويبص قبل ما يباصي. يعني كان تاو المفروض فاتح لك كان هيروح انفراد، انما انت تروح على العمياني كده تديها لحسين الشحات. فلا لقطه غريبه جدا. وعلى فكره الكوره دي اللي اتردت علينا لهجمه فلومينيسي اللي كانت جت منها ضربه الجزاء. فيعني كل حاجه انتوا بتعملوها هي اللي بتاثر على نتيجه الماتش في الاخر. فكفانا بقى الصراحه يعني لعب بقى بعشوائيه، واللعيبه المفروض تحسن من يعني من السكيلز بتاعتها اكتر من كده. دي يعني من اساسيات الكوره والله يا جماعه موضوع السكاننج ده، فحاجه تحرق الدم وتسد النفس ان انت بعد ما تشوف فرقتك بتعمل كل حاجه في الكوره ومتفوقه على
على يعني بطل الكوبا ليبرتادوريس ان انت ما تعرفش تكسب الماتش وتتاهل لاول مره لنهائي كاس العالم، وكانت هتبقى اسهل فرصه لينا واخر فرصه لينا ان احنا نتاهل نهائي كاس العالم. فالصراحه حاجه تضايق جدا. فكلمه من القلب بقى للقلب كده، يعني لا الاداره تستاهل اللي بيحصل في الفريق ده. بقالنا قد ايه في مشكله مهاجم النادي الاهلي؟ بقالنا اكتر من 3 4 سنين بندور على مهاجم النادي الاهلي. فلا يعني حاجه صعبه جدا يعني، وزهقنا منها. يعني لغايه امتى هتقعد تعمل صفقات وناسي اهم صفقه المفروض تشتغل عليها، وهو دي اللي هتجيب لك البطولات؟ المفروض ان انت تجيب سترايكر يخلص لك الفرص اللي انت بتعملها دي. فلا يعني انت عملت ايه من السنه اللي فاتت للسنه دي؟ ما عملتش اي تدعيم للمكان ده. انت يعني جبت رضا سليم وانت عندك كتيبه اجنحه، جبت امام عاشور مكان حمدي فتحي وهي نفس القيمه بنفس الفلوس بنفس كل حاجه، فما عملتش ابجريد حتى يعني. وزنقت نفسك بقى في مودست لغايه لما الوقت سرقك وما عرفتش تجيب مهاجم، رحت زنقت نفسك في واحد زي الحاج مودست. يعني الصفقه كارثيه ولازم تتمحي من تاريخ النادي الاهلي. فيا رب بقى نفهم الدرس ونخطط صح بقى لكاس العالم 2025، ان النادي الاهلي حجز مكان فيه وهيبقى فيه 32 فريق. اعتقد لازم نروح يبقى يعني عندنا فريق متكامل ومتجانس برضه. ما تجيش قبل البطوله بشهرين 3 تكون عايز تدعم الفريق، لا روح بفرقه جاهزه من دلوقتي. ده جه اليوم يعني اللي بنشوف رامي ربيعه في اخر الماتش امبارح انه بيلعب سترايكر، فحاجه الصراحه صعبه واستفزاز للجماهير ومشاعرها. النادي الاهلي لازم يثبت ويوري للناس ان هو فرقه كبيره في وسط يعني عمالقه بقى كاس العالم للانديه. فلا محتاجين يعني شغل جامد بقى من الاداره ولجنه التخطيط اللي مش عارفه تخطط يعني. ويجب الحفاظ على مارسيل كولر. المدرب ده يا جماعه مدرب تكتيكي من اعلى طراز جه النادي الاهلي، ولازم ياخد حقه الصراحه، لان هو النهارده عمل كل حاجه في الماتش ويعني واللعيبه هي اللي خذلته الصراحه ان هي ضيعت كم الفرص الكبير ده. بس انت لازم تساعده كمان بلعيبه تقدر تساعده هو يعني تكتيكيا هو تمام وزي الفل وبيعرف يذاكر الماتشات حلوه جدا. يعيبه بس ساعات سوء التغييرات، بس هو برده يعني مع ايده متكتفه في اللعيبه اللي معاه. فلا محتاجين يعني نساعده ونجيب له لعيبه تقدر تخلص له الماتشات اكتر من كده، وما تقعدش بقى تقص وتلزق من صفقات صراحه يعني بتيجي بس يعني لمجرد العدد مش اكتر. فلا يعني احنا في ماتش الهلال وريال مدريد في نهائي كاس العالم من السنه اللي فاتت شفنا الهلال راح على فرقه ريال مدريد ب3 هجمات وجاب ال3 جوان. فلا احنا محتاجين نفوق شويه لاكتر. يعني المشكله المهمه للنادي الاهلي، سيبك بقى من قصه احنا عايزين باك شمال لعلي معلول وعايزين مدافع جنب محمد عبد المنعم. لا انت محتاج مهاجم، انت محتاج مهاجم صريح يخلص لك كم الفرص اللي انت بتضيعها دي. ما نقعدش بقى نجيب لعيب ونشوف لا ده سنه صغير عايزين نستثمر فيه. لا انت تجيب واحد جاهز يقدر يخلص لك الماتشات. فدي يعني حاجه المفروض بقى نفوق لها الصراحه، لان كتير علينا قوي الصراحه سدة النفس دي والحرق الاعصاب ده. يعني بتحرق في اعصابك على الفاضي في فرقه يعني الصراحه ما فيهاش واحد بيخلص. كهربا ساعدك شويه بس برضه هو مش سترايكر. تاو ساعات بيساعدك شويه بس برضه ما هو مش مخلصاتي. حسين الشحات، ويعني انا النهارده الصراحه يعني كنت قاعد بسب وبلعب في حسين الشحات من انانيته، وهو كل اللي حاطه في دماغه ان هو عايز يجيب جون وخلاص. فلا محتاجين تغيير في الخط الهجومي شامل. يعني مش هقول ال3 طبعا، بس تغيير ان انت لازم تجيب واحد يخلص لك كميه الفرص دي وتعرف تلعب بتكتيك ان هو يخدم على اللعيب ده، زي ما بنشوف هالاند ازاي فرقه يعني زي مانشستر سيتي فيها كل الناس بتخلص وبيقدروا يعني يخدموا على الاسترايكر بتاعهم. فلا يعني الصراحه حاجه تحرق الدم من ماتش، ويعني وحرام عليكم ان انتوا ضيعتوا الفرصه دي. فلو عجبك الفيديو يا ريت تنزل تعمل لايك وتدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.